نعم. عباس من قطر. عباس السلام عليكم. مساء الخير، حياك الله وحيا الله الشيخ. يا هلا عباس تفضل. أنا أرى بعض البكريين المتصلين يعني يتصل هو غاضب، وأنا أقول يعني ليس هناك داعي للانفعال من كلام الشيخ. معي أخويا؟ نعم. لأن الشيخ دائما يقول كلمة جميلة، وأرجو أنك تعطيني الفرصة وما تقطع الاتصال، لأن أنا إن شاء الله كلامي كله طيب بإذن الله. إن شاء الله. يقول نحن الروافض والبكريين لا نجتمع لا على إله ولا على نبي ولا على كتاب. ومن صفات نبي الروافض أنه لو تحول بيته إلى وكر دعارة وعلم أن امرأته تزني فإنه فقط يحذرها، فيقول يا امرأتي لا تكوني فاحشة. وأنه ربما فعلا يقول الشيخ تحول بيته فعلا إلى وكر دعارة، لكن لم تثبت الرواية عند الشيخ، وأنه وردت هذه الرواية عند المخالفين لكنهم صرفوا معنى الفاحشة إلى سب اليهود. وأيضا من صفات نبي الروافض، وأيضا من صفات، لأن قلت نحن لا نجتمع لا على نبي ولا على كتاب ولا على رسول، وأيضا من صفات نبي الروافض أنه إذا أراد الزواج يبحث عن زوجته في أوكار الدعارة، وهو يعلم أنها نتاج أوكار دعارة وزنا محارم، مثل حفصة أبوها عمر ابن زنا ويبحث في أوكار الدعارة نبيهم. طبعا الشيخ في الرد علي سوف يبحث عن أعذار تبرر لنبي الروافض اتصافه بهذه الصفات، كقولها امرأة لوط ونوح، أو أنه تزوج وأن هذا فتنة، أو أنه لكي يهديهم. ونحن البكريين نقول ابحث كما تشاء عن الأعذار، فنحن خارجون من هذه القضية، ونبي البكريين لا يتصف بهذه الصفات. وأرجو منك يا حضرة المذيع إذا حرف الشيخ كلامي، لأن اتصلت كذا مرة حرف كلامي، إذا حرف كلامي أنك تقول متصل لم يقل هذا الكلام.